النهارده هنتكلم على الكومباوند adjectives. دي سؤال من الأسئلة المهمة اللي بتيجي في امتحان الثانوية العامة بإذن الله، وإن شاء الله ممكن يجينا بنسبة كبيرة. تعالوا نشوف يعني إيه compound adjective، والسؤال هيجيلي إزاي اللي هو التريكي واللي جاء في النماذج الاسترشادية. تعالوا نبص مع بعض. لو كنا بصينا على الكومباوند adjective، هي صفات مركبة، يعني بتتكون ممكن في بعض الأحيان تجي لنا بادئة adjective صفة أو ممكن adverb حال أو اسم، وتنتهي الجزء الثاني بتاعها بيكون منتهي بالجيرند الفيريفاي ing، أو التصريف الثالث هو البارت participle أو الفيس way، زي مثلا take تبقى taken، see تبقى seen، يعني ممكن ينتهي بكلمة شرط إيدي، أو زي ما احنا عارفين البي لتصريفات مختلفة شواذ. طيب ايه الشرط؟ خلاص انا عرفت هو بيتكون من جزئين. هل كده هو كده هل انا كده عرفت ان انا عندي كذا نوع، ولكن احنا هيجيلنا في الامتحان نوعين بيلخبطونا. ايه هما؟ اللي هو في اي بينتهي بالاي ان جي او اللي بينتهي بالتصريف التاني. تعالوا بقى نشوف ايه اساس الكومباوند adjective. قال لك لازم يكون في هايفن هي شجره في النص دي. الشجره في النص دي انا بحطها لما يكون عندي اسم موصوف، يعني لو ما عنديش اسم موصوف ما نحطش الهايفن. طب في اسم موصوف لا احط هايفن. فهنا مثلا دي تريب انا بوصفها ان هي يومين، فبقول a 2 day trip. ده اسم الموصوف بتاعي اهو، trip الرحله بتاعتي. يبقى هنا بوصف الرحله يومين، حطيت 2 day. الله، طب احنا ما جمعناش days ليه؟ لان الهايفن لو موجوده قبلها رقم انا ما بقدرش اجمع اللي بعدها، ما بيتجمعش. طيب في طريقه ثانيه بس ان اسم الموصوف لو هتجمع يعني 2 days ده، يبقى هتحط حاجه اسمها apostrophe الملكيه، apostrophe الملكيه. تمام؟ يعني كده تبقى 2 days، عشان هنا days بقت جنب حطيت الابوستروفي، بعد كده حطيت كلمه trip. يبقى تاني trip لو جه اسم موصوف جه الاسم المركب بتاعه في هايفن ما بجمعش كلمه days عشان في كلمه تو مش تتجمع، لكن لو تجمعها يبقى لازم احط مين؟ apostrophe اس عشان اقدر اجمعها. طب ده مش ده سؤالنا. السؤال بقى اللي بيجي في النماذج الاسترشاديه ايه هو؟ اللي هو كالتالي، بيقول لك timer is a نقط application. بيقول لك time saving ولا time saved؟ يا ترى هاخد اللي منتهيه بالاي ان جي ولا اللي منتهيه بالتصريف الثالث الاي جي؟ قال لك في الحاله دي لو انت تايه خد الطريقه دي، الزتونه ديت زي ما بيقولوا، او الخلاصه from the bottom، من الاخر. قال لك لو انت الفيرب بتاعك اللي موجود ده بيصف الفاعل، والفاعل عندك موجود في اول الكلمه وده الفاعل بتاعك، يبقى تاخد اللي منتهيه بالاي ان جي. يبقى الاي ان جي هي اللي بتصف الفاعل، واللي منتهيه بالتصريف الثالث هي اللي بتيجي للمفعول بتاعنا. تعالوا نشوف المثال اللي معانا. خليني اقرب شويه واوريكم. هنا المثال بقى اوضح اكتر. timer is a application. طيب هو التايمر ده بيحافظ على تايم سيفنج، يعني بيوفر الوقت او بيحافظ على الوقت، بيوفر الوقت بتاعك. اذا التايمر ده مين اللي بيعمل سيفنج؟ التايمر. يبقى التايمر ده subject يعني فاعل، يبقى اذا اخد المنتهيه بالايه؟ بالاي ان جي. طب اللي تحت English is a نقط language، بكتب لك widely speaking widely spoken. مين اللي بيتكلم اللغه؟ الانجليش اللي هو ده الفاعل عندك هنا؟ لا، الناس اللي بتتكلم. اذا في الحاله دي يبقى ده مفعول جاي تصف المفعول، يبقى هنا انجليش البيبل هم اللي سبيك ده انجليش. يبقى الانجليش ده هنا عباره عن object، يبقى في الحاله دي مفعول. يبقى انا هختار المنتهيه بالتصريف التالت، بص بالتصريف الايه؟ التالت اللي هي widely spoken. طيب في بعض الامثله حابه انا اذكرها مهمه جدا وخلي بالكم منها بتيجي في الامتحان. تعالوا نشوف الامثله دي. شوف الامثله اللي ممكن تجي. انا قلت لو صفه مركبه الكومباوند adjectives جت فيها اي ان جي فبتصف فعل. زي مثلا اقول حيوانات اكلت اللحوم، يبقى اسمها meat eating animals.
شخص شكله كويس يعني شيك وشكله جميل يبقى good looking man. يبقى المان ده مين اللي الجلوب بتاعه كويس؟ المان. مين الانيمال ده اللي بيعمل؟ هو اللي بياكل eating. هو اللي شكله اللي كويس، هو اللي الحيوان ده اللي بيعمل eating. فاعل. water mouthing food. الاكل ده لذيذ يعني delicious scrumptious. فاستخدمت هنا كلمة water mouthing لذيذ شيء جميل آكلة اللحوم. energy saving bulb يعني لمبة موفرة للطاقة. مين اللي بيوفر الطاقة؟ اللمبة. يبقى ده فاعل. يبقى خلي بالنا من الثلاثة دولت اللي بيجوا للفاعل اللي هما meat eating أكلة اللحوم good looking water mouthing save أو energy saving. اللي بعدها تيجي للمفعول زي الطلب ده بعيد المنال. ما هو مين اللي طلبه؟ شخص. حد يعرفه؟ مبني المنال. يبقى في الحالة دي أنا بقول far-fetched request يعني طلب بعيد المنال. بعيد المنال اسمه far-fetched. widely spoken language اللغة دي مين اللي بيتكلمها؟ الناس. يبقى مبني المجهول. فقلت هنا widely spoken language. well known actress ممثلة معروفة. ليه قلت well؟ بيعمل لي known الناس مش هي اللي عامله النون. يبقى اذا دي مبنيه للمجهول او اسفه. يبقى اذا يبقى دي مفعول. يبقى الاكترس ده مفعول لان الناس اللي عارفين الممثله دي. عشان كده استخدمت well known. well known يعني معروفه. دي من الصفات المهمه اللي هتجيلنا ويا ريت نذاكرها لان ان شاء الله ممكن يجيلنا حاجه منها باذن الله. وهنا انا بالطريقه دي اديتك الزتونه. ing فاعل. ed أو تصريف التالت هي المفعول. component adjective component and يبقى انت كده خدت الزتونة. ing فاعل. ed أو تصريف التالت participle مفعول. وما تنساش الهايفن عايز اسم الموصوف. مفيش اسم موصوف مفيش هايفن. وممكن نبدل الهايفن بأبوستروفي اس لو كلمة مفرد أو رقم مفرد أو أبوستروفي بس لو الاسم جمع. لو الاسم جمع. شكرا واستنونا في كمان سلسلة الأسئلة تريكي المهمة اللي ممكن تجينا ونحلها ازاي. باي باي.